يسعد أوقاتكم أعزائي المتابعين، وبيسعدني بيشرفني إنكم تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس. اليوم رح أعملكم لطبخة من التراث الفلسطيني اللي هو المسخن الفلسطيني. بعتمد المكون الرئيسي عندنا هو زيت الزيتون اللي بيكون طازة وفريش، ويفضل زيت السنة. وفي عندي أنا هون جشتين غسلاهم نطفاهم، 2 كيلو بصل، يفضل يكون البصل اللونه وردي، وخبز المسخن زي ما انتم شايفين، لوز او صنوبر للتزيين. عندي البهارات كمون لانه عندنا بصل، وسماق بلدي، فلفل اسود وملح وورق غار وفلفل اسود حب وهيل لسلق الدجاج. انا بسلق الدجاج 3/4 السلقه زي ما انتم شايفين. حطيت الدجاج مع بصل، ورق الغار، البهارات الخشنه، الهيل والفلفل الاسود. بضلني أقلب فيهم لما تطلع ريحة البهارات مع البصل، وبعدين بصب عليهم المية السخنة من الكتل زي ما انتم شايفين، وبسلقهم 3/4 السلقة، وبعدين بكمل سواهم مع البصل. زين هيك أنا حطيت المية السخنة والبهارات الخشنة والملح، وبعدين بشيل الرغوة أو الزفرة عنه وبتركه يستوي 3/4 السوا. بهاي الأثناء بحط الزيت، كاستين زيت زيتون، وبكون مقطع البصل قطع خشنة، وقلت لكم يفضل اللون وردي. وفي ناس بتحسسوا كتير من البصل، فيك تقشريه وتنقعيه بالمية لمدة 5 دقايق، بعدين تصفيه وتفرميه ما رح يأثر. هون بحط أنا الملح والفلفل الأسود والكمون، طبعا اشي اساسي لانه عندي بصل. وبعدين بحط السماق، والسماق لازم يكون سماق بلدي حامض ويكون فريش، مش اللي من السوق. السماق اللي من السوق ما من فضله. وهلأ بضلني احرك فيهم وبتركهم لما يستووا براحتهم. بس قبل ما يستووا انا بكون سالقه الدجاج زي ما قلت لكم 3/4 السلق، وبصفيه من الشوربة وبكمل سواه مع البصل عشان ياخد نكهة البصل وزيت الزيتون. هاي آخر مرحلة. أيوة هلأ بشقر على البصل، بلاقيه إنه استوت منيح، وبحط عليه الدجاجات يكملوا سوا. هلأ بطلعهم، بكون مطلعاهم من الشوربة ومصفياهم، وبحطهم يكملوا سواهم بالبصل وزيت الزيتون والسماق. ما بحط أي إضافات ولا بهارات، هم رح ياخدوا من نكهة البصل وزيت الزيتون والسماق. بتركهم هيك 5 دقايق وبطفي بعدين عليهم، ورح أشرح لكم كيف طريقة تجهيز المسخن، لأنه بعدين بنجهزه على الخبز وبندخله بالفرن. أيوة هلأ بحط كل الكمية، بتركهم تقريبا 5 دقايق هيك، وبشقر عليهم كل فترة. بحاول أحط فوقهم الزيت والبصل والسماق عشان ياخدوا نكهة، وبحط عليهم 3/4. هاي كوباية أنا عندي مش كبيرة، صغيرة، فيها شوية شوربة بس، عشان بدي أتركهم 5 دقايق أحسن ما البصل يلزق، فبحط عليهم الشوربة. وكمان بتطري لنا الخبز. أنا هون جبت الخبز شوية خميل، هو لازم أرق، بس هذا كان متوفر، فقلت بطريه شوية بالشوربة، بعدين بحطه على وجه المسخن على الزيت، بخليه يشرب كمان شوية زيت، بشربه زيت، وبعدين بحطه بالصينية زي ما انتم شايفين، وبحط عليه البصل. ايوه انا بالعمدان خليته هيك لانه شوية خميل عشان يطرى معاي. وبعدين برش عليه شوية سماق لانه احنا بنحب السماق زيادة، في ناس خلص. وبكون قالية اللوز بحطه كمان على كل رغيف، هيك بتحطي عليه بصل ومكسرات، هيك بيكون الرغيف الثاني. وبصف كل الموجودين عندي بنفس الطريقة. البصل بعدين إذا بترشي بتحبي سماق بتزيدي، ما بدك خلاص هاي رغبة. وبعدين بتحطي المكسرات، وآخر طبقة بتصفي كل الدجاج وبترشي عليه المكسرات وبتحطيه بالفرن شوي. أيوة
هيك بنحط المكسرات. هاي آخر مرحلة، أنا دخلته بالفرن وحمرته زي ما انتو شايفين. طلع شكله بشهي وكتير طيب ولذيذ. بتمنى انكم تجربوه، واكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوه أو إذا عندكم أي اقتراحات. بشرفني وبسعدني اشتراككم مرة تانية بقناتي، وأهلا وسهلا فيكم. وهذا الشكل النهائي بتمنى إنه يكون عجبكم. شكرا لكم وصحتين وألف عافية. مع السلامة.